رب تكونوا بخير. النهارده انا كان عندي قناه وقفلتها، بس دي بقى قناه جديده نبتدي من اول وجديد وكله مية مية. والنهارده جايبه لكم شويه تجارب جامده جدا. يلا بينا نشوف، يلا بينا. اول حاجه عندنا شاي عدن اللي هو اسمه كده صح، شاي الكرك. خليهم كده اهو، جايه عشان اجرب لكم الثلاث انواع دول. تمام، بس انا اظبط لكم الكاميرا. اوبا، جايه اجرب لكم الثلاثه دول وهقول لكم رايي فيها بصراحه. ودول والله انا حتى بصوا يا جماعه، الشاي طبعا اكيد بتشرب سخن اكيد، تمام. فنروح نسخن اللبن واجي لكم تاني. بصوا يا جماعه، انا مش بخيله، بس انا حاجه طالما هجربها، والمفروض ان هجرب 1 2 3، طالما في 3 حاجات هجربها، فانا ايه اللي يخليني بقى اقعد اعمل كوبايه لكل واحده يعني؟ وبعدين خصوصا انا بس اللي هشرب، تمام. هنا عندي في البيت محدش ليه في الكلام ده، فانا هجرب بشويه صغيرين. جبنا لبن سخناه كده المفروض، حطيت سكر، ويلا بينا نجرب انا الاول. لا 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 لا، هادي بادي كروم بزبادي شال وحطه كله على هادي سيدي محمد البغدادي. يا كتكوت يا كتكوت، هات البيضه من الصندوق، اوعى تاكلها طق تموت انت وامك واسفه ابوك. اوكي، هنجرب شاي عدن ده، عدن او عدن بس اعتقد انه عدن. ده معمول مكوناته شاي اسود، زنجبيل وقرفه وقرنفل وهيل، شاي بالتوابل من الاخر. حاساه بقى شبه الكرك شويه، ماشي، بس اعتقد ان ده المفروض يتغلي. بصوا يا جماعه، بتهيالي شكله المفروض يتغلي الاول. انا هحطه على اللبن، اوكي، وبعدين نشوف موضوع بقى يغلي ده ازاي. يعني المفروض بتاعته الكيسه بتاعته ان بيبقى سهله الفتح يعني، بس انا مش عارفه افتحها. استنى لقيتها اهو، برافو شاطره. الله الله على ريحه الهيل. هناخد كده شويه كده. هروح بقى، المفروض يتغلي عشان هو الكرك بيتعمل كده، اي شاي كده يا جماعه، مش هيبقى كشر لدرجه كده. فهروح اغليه واجيلكم. ماشي، غليته وصفيته. ادوق بقى، بسم الله، نشم طعمه الاول، نشم ريحته. ايه طعمه دي؟ عارفين ريحه الجنزبيل؟ هو ريحه الجنزبيل اكتر. ندوقه بقى، بسم الله. الله يا جماعه، طعمه جامد، اقسم بالله طعمه جامد جدا. دوقوا دوقوا. ايه دوقوا دي؟ 10/10، مليون من 10، ولا غلطة. نجرب بقى التاني، نجرب بقى الشاي التاني. نفتح، وده اسمه شاي الكرك، طبعا كلنا سمعنا عنه وكلنا عارفينه، ف نجربه. والله يعني يا ريت يطلع طعمه حلو كده زي اهل بلده الحلوين اللي بيعملوا حلو. هو معمول جاهز طبعا، وسوف نفتحه اهو. تمام يا جماعه، بصوا، هي سخنت اللبن خلاص، مش لازم بقى ايه. انا عارفه ان هو الصح بتاعه ان اللبن يبقى على النار بيغلي، وده يتحط معاه ونسيبهم بايه، ياخدوا ويدوا مع بعض وكده. بس انا عايزه ادوق طعمه بصراحه. واللبن لما بيبقى سخن برضو عادي يعني، بيختمر الحاجه بتختمر معاه عادي. تمام.
بينا ندوق. شم ريحته الاول. تحفه تحفه تحفه. بس اللي عجبني اكتر ده عجبني اكتر. وبعد كده الكرك، وبعدين اخر حاجه هنجربها دلوقتي المسله. لحظه واجيلكوا تاني. يلا بينا على المسله. يلا متحمسه له قوي، لان انا اسمع دايما ان المسله دي اللي هي البهارات الهنديه وحاجات كده. ف طلع في مصر دلوقتي التوابل المسله ومش عارفه مين نحطها على اللحمه على الخضار كده. بس كشاي بصراحه انا اول مره اجربه، واكيد في ناس زي كتير يعني، اكيد مش كل الناس يعني جربته. بس ده في مصر يعني، الشركه دي نازله في مصر، نعمل نفس القصه. هو يا جماعه اكيد لما هيتغلي هيبقى طعمه احلى اكيد واظرف، بس انا زي ما قلت فهمتكم، عايزه ادوق الطعم عامه يعني. اوكي، وادي المسله. انا اقول لكم بقالي شهرين جايبه الحاجات دي، وكل مره اقول هدخل هعمل تجارب واطلع على اليوتيوب وما اعرفش مين وبتاع، ما بلحقش. بتحصل حاجات تخليني ان انا ما اعملش الفيديو. يلا بينا ندوق، نشم الريحه الاول. توابل قوي طعمه. الله يا جماعه، الله يا جماعه. طيب ناخده بالترتيب ماشي. رقم 1، تخيلوا ده سبايسي، في حاجه سبايسي مش عارفه ايه ده الجنزبيل ده ولا حاطين فيه فلفل اسود. ثواني هنقرا. فلفل اسود، اقسم بالله في فلفل اسود، عشان كده طعمه جامد مشطشط. جماعه ده رقم 1 لان ده غريب جدا وطعمه مختلف جدا. ده رقم 2 لاي حد عايز يجرب حاجه طعمها حلو بس ما تكونش غريبه بس حلوه. والكرك ده بالنسبه لي عادي يعني، طعمه حلو بس هو حاجه عاديه، مش حاجه يعني واو. بس بجد المسله ده مختلف جدا. يا جماعه سعر العلبه تقريبا كانت ب 100 حاجه و40، ودي كميه. وعلى فكره يقعد كتير اصلا، لان انت بس بتاخد نص معلقه حاجه صغننه كده مع كوبايه لبن، وبتغليهم على النار وبيبقى تقيل وبيبقى طعمه جامد جدا. جماعه اشوفكم في حلقه تانية ان شاء الله باذن الله، بس اعرفكم على عيلتي، عيله لولو، واقول لكم مين لولو واوريكم لولو معايا، ونعمل يوميات ونعمل كل حاجه حلوه، واعمل لكم يعني اخدكم جوله في بيتي وادخلكم بقى واعرفكم كل حاجه في حياتنا والدنيا ماشيه معانا ازاي. وتابعونا، ما تنسوش تعملوا الاشتراك واللايك والكومنت الجميل. يلا باي باي.